السلام عليكم. كنت عملت فيديو قبل كده شرحت فيه رحلتي من ووردبريس لسترابي ثم البيلود، وعملت بعدها تيك توك فيديو قلت ان انا عايز اتكلم عن بيلود. بما ان انا ما لقيتلوش ريسورسز كتير بتشرحه، حبيت اكون واخد اول مبادرة في شرح بيلود بالعربي. فخلينا النهاردة نمشي كده حبة مع بيلود، نفهم طبعا شوية حاجات، يعني ايه سي ام اس اصلا. طب وبعد كده ظهر حاجة اسمها هيدلس سي ام اس، يعني ايه هيدلس سي ام اس. طيب، ليه الووردبريس ما عادش بيفت في كل الكيسز وهكذا. يعني هنمشي في حاجة حاجة النهاردة نتكلم فيها عن التوبكس دي كلها ونمهد الكورس بتاعنا ان شاء الله. طيب، اول حاجة خلينا نفتح كده الكانفاس بتاعنا ونشرح شوية مفاهيم مهمة جدا كبري ريكويزيتس بصراحة شايفها للكورس، وعموما لحد يكون فاهم يعني ايه سي ام اس عموما. طيب، سي ام اس لو قلنا يعني ايه سي ام اس، هنلاقي هيحصل حاجة اسمها كونتنت مانجمنت سيستم. حلو، نظام إدارة محتوى. طيب، لو أخدنا أشهر مثال على أو يعني خلينا نتكلم في نظم إدارة المحتوى اللي احنا هننشرها هنتكلم فيها النهاردة. فبسم الله الرحمن الرحيم كده، سي ام اس يعني النهاردة ناخد كده يعني حبيبنا الجميل الووردبريس. حلو قوي. أشهر نظام محتوى إدارة محتوى في العالم، بيدير أكثر من 46% من مواقع الإنترنت. ده كلام جميل، حلو جدا. طيب، ووردبريس متربع على العرش لسنين طويلة طبعا، من أقدم الكونتنت مانجمنت سيستمز، مبني بلغة بي اتش بي. تمام. بي اتش بي طبعا يعني من اللغات القوية والقديمة في عالم السيرفر سايد، أو الجزء بتاع السكريبتنج في السيرفر سايد. حلو جدا. طيب، ووردبريس كان في الأول معمول عشان خاطر يعمل بلوجز، وثم بعد ذلك بدأ توظيفه انه يبدا يعمل حاجات كتير جدا. بقينا نعمل بيه ويب سايتس اي كوميرس، بقينا نعمل بيه ويب سايتس تعريفيه، ال ام اس اللي هي ليرنينج مانجمنت سيستمز. كل حاجه ممكن نتخيلها في ووردبريس. ده كلام جميل. طيب، انا ايه مشاكلي مع ووردبريس؟ او خلينا نقول يعني كان من ضمن الحاجات اللي انا كنت شايفها مرهقه في ووردبريس. فنقول حاجه مهمه جدا، اللي هي وجهه نظري طبعا الشخصيه، يعني انا بتكلم ان الليرنينج كيرف صعب. تمام. دي نقطة مهمة. طيب، ليه صعب؟ أنا اشتغلت ووردبريس حوالي 3 سنين. كان عندي مشاكل في الكودكس بتاعه، ان انا عشان افهم اي حاجه بسيطه فيه، يعني في اكشنز وهوكس وحاجات كتير جدا عشان تعمل ابسط حاجه. وكنت شايف ان هو أم، ملعبك، يعني ممكن نقول كده. طيب، فممكن نقول ان هو كان الليرنينج كيرف بتاعه صعب. شايفه ان هو vulnerable. تمام، معرفش ده كتب ازاي بصراحه قوي. خلينا نقول ان هو vulnerable. تمام. وكان يعني محتاج انك تبذل ايفورت كبير عشان تعرف تسكيور الويب سايت ده. وكل حاجه معتمده على بلجنز. تمام. ممكن نقول dependencies او ايوه dependencies. فده بيؤدي ان دايما الموقع تقيل. يعني دي حاجه ما اعتقدش حد حتى لو شغال في ووردبريس بقاله سنين ينكرها يعني. تمام. وان عشان تعدل ابسط حاجه في المين ايكو سيستم بتاعه، ان في شويه ايفورت بيتبذل في البروجكت ده. وحاجه مهمه بقى ان هو مش انجينيرنج فيرست، كمان في عصر الاي اي النهارده. دي برضو من احد المشاكل اللي بواجه معاها. فعشان خاطر تتعامل معاه بالاي اي النهارده بتاعتك وتتوغل جوه السيستم نفسه، لا انا شايفه يعني من وجهه نظري ان هو مش انجينيرنج فيرست، مش مساعد في حاجه زي كده. طيب، حلو. دي كلها بوينتس او مشاكلي مع او ووردبريس عموما. طيب، مع تطور الويب وتطور الانترنت عموما، بدأ يظهر احتياجات كتير ان احنا نعتمد على الووردبريس ان هو كمان يبدأ يغذي موبايل ابلكيشنز. فظهر في فترة من الاوقات تمبلتس او سكريبتس كانت بتتباع بتسهل عملية ان انت تطلع او تكسبوز اي بي ايز. تمام. اي بي ايز عشان تك... ت... تخلي الموبايل ابلكيشن يكلمها، يعني فاللي هو ايه، هيكون في موبايل اب بكنترول يعني. تمام. ده بالنسبه لي
الووردبريس. طبعا يعني احنا بنحاول يعني نعمل له ريشيب بالعافيه عشان يعمل كل الحاجات دي. طيب، يبقى احنا عندنا النيد دلوقتي ان انا عايز حاجه اقدر ان انا اتحكم، اقدر ان انا ممكن اطلع منها اي بي اي يتحكم في موبايل ابلكيشن، ما يبقاش بس الويب سايتس وهكذا. دي نقطه. طيب، نقطه مهمه تانية ان بدا يظهر فريم وركس اللي هي الرياكتيف فريم وركس، او اللي هي السنجل بيج ابلكيشن فريم وركس. طبعا غنيين على التعريف: رياكت، فيو، انجلر، سفيلت مثلا. تمام، وغيره يعني، معرفش هتبقى صح ولا لا. طيب، لما ظهر الفريم وركس ديت، طبيعه البي اتش بي او ووردبريس هي ان اصلا ال HTML او الفرونت اند بيتكتب انجكتد جوه البي اتش بي فايلز. فاحنا لما بنيجي مثلا عندنا فايل زي الهيدر مثلا في الثيم. لو انت بتبني يعني كاستم ثيم في ووردبريس، فعايز تبني فايل الهيدر، ففي من ضمن structure الفايلز في فايل اسمه هيدر. تمام، فلو جينا هنا كده عندنا اللي هو هيبقى اسمه هيدر. تمام، دوت بي اتش بي. طيب، الفايل ده هو حرفيا هتلاقيه بيكونسيست، انت بتكتب جواه اصلا فرونت اند، بتكتب جواه لوجيك ال HTML بتاعك. تمام، وال CSS لو سواء انت هتimport من external CSS او هتعمله حتى inline. وطبعا جافا سكريبت، او للتسهيل جي كويري. تمام. طبعا جي كويري يعني ما اعتقدش ان احنا في حد النهارده في 2026 بيستخدمها، يعني هي حاجه ديبريكيتد، ولو حد عايز يشتغل عليها فهو هيشتغل في بروجكت قديم، فمضطر ان هو يفهم جي كويري لهذا الغرض. ما دون ذلك ما اعتقدش ان في حد النهارده هيذاكر جي كويري. تمام. الاسباب طبعا كتير يعني، ممكن نتطرق ليها بعدين. طيب، فده ال how يعني how you write او how you create files، او انت شغال في البروجكت بي اتش بي. طيب، بالتالي انا النهارده عشان اشتغل، عايز اعمل الفرونت اند بتاع الووردبريس ده رياكت، عايز اعمله فيو، عايز اعمله انجل، عايز اشتغل بالفرونت اند فريم وركس الجديده، في نفس الوقت عايز الووردبريس از كونتنت مانجمنت سيستم. فهنا بدا يظهر المشاكل اللي بدانا نوجد ليها حلول. تمام. فخلينا ناخد دي على جنب كده برضو، خلينا برضو نديها لون تاني عشان بس نفرق. طيب، حلو قوي. فلما ظهرت المشاكل دي، خلينا نعمل كده. تمام. لما ظهرت المشاكل دي واحنا عايزين نفصل الكونتنت مانجمنت سيستم عن الفرونت اند نفسه، بدأ يظهر عندنا مفهوم وهو اسمه الهيدلس سي ام اس. طيب، عندنا حاجه اسمها هيدلس. تمام، سي ام اس. يعني ايه هيدلس سي ام اس؟ يعني باختصار ان انا عندي سي ام اس الاوتبوت بتاعه هو عباره عن ريست اي بي ايز، فبالتالي اي فرونت اند يقدر يكلمها. فيبقى احنا هنقول ان هنا ان هو، لو احنا قلنا كده هنقول ان هو عباره عن ايه؟ هنقول ان هو عباره عن، تمام، content management system without front end. حلو قوي. خلاص بقى عندنا النهارده content management system front end، فانت طلع منه اي بي ايز، اعمل اللي انت عايزه بيه براحتك خالص بقى. حلو. طيب، ففي هذه الحاله، طيب، مين بقى هنا تربى على عرش الهيدلس سي ام اسز؟ خلينا نقول كده. طيب، مين تربى على هذا العرش عندنا؟ يعني من ضمن الحاجات المشهوره طبعا في حاجات كتير قوي، حاجه اسمها contentful gatsby، يعني في اوبشنز كتير، ولكن من المشهورين واللي يعني ليهم كوميونتي، ومن الحاجات المشهوره ومستخدمه حتى في برودكشن بروجكتس، هم تو فريم وركس مشهورين جدا. خلينا نقول هم تو فريم وركس. اول واحد اسمه سترابي. تمام. طيب، تاني واحد حبيبنا وحبيب الكل، بيلود، موضوعنا في البلاي ليست او في الكورس ده. طيب، سترابي ممكن نتكلم عنه شويه. سترابي بدأ هو هدفه ايه؟ هو خلينا نقول ان هو، تمام، هيكون عبارة عن headless CMS اهو، headless CMS. الاوتبوت بتاعه او بيكسبوز الداتا بتاعته as APIs، فهو API output. تمام. عنده ميزه بقى كمان، انت ممكن تكريت او تكريت الكولكشنز بتاعتك او الداتا بيس او التيبلز. خلينا نقول ممكن نمشيها، انت هتكريت الدي بي بتاعتك او الداتا بيس بتاعتك فيجوالي.
يعني ايه with GUI graphical user interface. فهي اوتوماتيك لوحدها هتترجم لكود، فهيبقى no need to write code. ده possible way. طيب انا شايف ان من ضمن عيوبه ايه، لو احنا هنتكلم عن عيوبه وجهة نظري. طيب من ضمن عيوبه، لو احنا قلنا الكونز بتاعته، ان هو ليه learning curve. يعني انا لما احتاج اعمل اي custom API انا محتاج اذاكر الفريم ورك اللي معمول بيه سترابي عن طريق فريم ورك اسمه Koa.js. Koa.js ده عباره عن ويب فريم ورك. طبعا سترابي عامله يعني abstraction layers كتير جدا عشان on top of Koa.js عشان تبني حاجه زي كده. فبالتالي انك محتاج تذاكر ده، تفهم الدنيا ماشيه ازاي جوه سترابي عشان تعرف تضيف كاستم اي بي اي وهكذا. ولكن احنا هنقول زي ما قلنا قبل كده ان هو جي يو اي فيرست، فبالتالي هو بيسهل في الاول يعني الناس ان هي نون تك حتى في الاول ان هو يبدا يكريت الكولكشنز او الفيلدز او التيبلز بتاعته بشكل جي يو اي. وجهة نظري انا مش شايف دي يعني ميزه كبيره، لان في الاول في الاخر انا محتاج ديفلوبر هنا، او لو انا ببني سيستم بسترابي عشان اربط الكلام ده بقى بالفرونت اند واطلع برودكشن اب. ف يعني هو انا لسه محتاج ديفلوبر. ففكره ان هو جي يو اي او مش جي يو اي فهي مش فارقه كتير مع حد بيبني سيستم بسترابي. طبعا خلينا نقول ان في الهيدلس سي ام اس بقى ممكن اعمل كل حاجه انا عايزها بقى، يعني اطلع منه اي بي اي، فبالتالي ممكن اعمل ساس برودكتس، اعمل موبايل ابلكيشنز، اقدر كنترول كل حاجه في الدنيا يعني. فانا بالنسبه لي ان هو زي ما قلنا ان هو ليه ليرنينج كيرف، لان انت هتذاكر حاجه اسمها Koa.js، تمام، عشان تبقى فاهم ازاي تكتب الاي بي ايز جوه وكده، يعني فريم ورك خاص بالويب، ويب فريم وركس يعني. ممكن تخلوا حاجه شبه Express.js. وتاني حاجه هي حته ان انت عشان تعمل كاستم اي بي اي زي ما قلنا او حاجه زي كده. يعني ممكن نقول من ضمن الحاجات الرخمه كمان ان الادمن بانل بتاعته يعني ريستريكتد او ستريكتد قوي، تمام. فانت ما بتعرفش تتحكم فيها وتغير فيها برضو. دي برضو كانت احد مشاكلي مع ووردبريس. فبالتالي انا ما بعرفش اتحكم قوي في الادمن بانل بتاعه الووردبريس. طيب دي كانت مشاكل. فانا لحد اخر لحظه قبل ما اشوف واسمع عن بيلود او يظهر بيلود انا متوجه مع سترابي، وامري لله. هو الحاجه الوحيده اللي شايفها بالنسبه لي مرنه بكتير عن ووردبريس او نطلع من ووردبريس، لحد ما ظهر بقى الوحش الكبير. يعني احنا بقى نفضي له الساحه كده عشان ده ايه، ده يعني يقعد ويربع لوحده محدش يقدر يتكلم معاه. حلو. ده بقى نيجي لحبيب الملايين بقى. ده يعني ده قلبي، ده قلبي اهو، حبيب كل كده. حلو. نوسع على انت هو، يالا وسع على اهو، اهو. ايوه كده، ايوه، بس كده. نيجي بقى البيلود. تمام. سي ام اس، نحط جنبيها كده ايه، قلب. مش مجرد سي ام اس هنا بقى عادي. طيب من مميزاته الكتير بالنسبه لي، طبعا خلينا نتكلم عن مميزاته. انا راجل متحيز عادي جدا للفريم وركس يعني. فلو هنتكلم في البروز اللي هي لا تنتهي بالنسبه لي، تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم كده. نحط دي كده ايه، لونها ازرق. لا استنى، احنا ممكن نمسح دي كده اهو. طيب ونيجي هنا نعمل كده. حلو. ايه بقى البروز بتاعته؟ يعني نقول الكلام ده. طيب يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده، ان هو بالبلدي عبارة عن، يعني طبعا بتشبيه بسيط يعني خالص، هو عبارة عن library او حرفيا يعني خلينا نقول ان هو عبارة عن آم، تاريخ ليه، هو عبارة عن library in a next.js app. ده كده لوحدها اصلا بكل مميزات الدنيا. هو عبارة عن library package جوه next app. انت بتكتب next app JS application عادي خالص، مفيش learning curve جديد، انت بتكريت next JS app. مفيش احلى من كده. طيب فدي حاجة. فانت هنا بتكريت بس. فهو يعني انا بحب اسميه ساعات تايب سكريبت فيرست. هو حرفيا انت بتكتب تايب سكريبت كود عادي خالص جوه نيكست جي اس اب رياكت عادي خالص. حلو. دي من ضمن مميزاته. حلو. طيب ايه تاني؟ النكست جي اس الميزه فيه ان هو عباره عن فول ستاك فريم ورك.
فانت ممكن تعمل اللوجيك بتاع الاب بتاعك كله جوه الاب ده. وهم هنا بقى بيستغلوا الفيتشر بتاعه النكست جي اس ان هو فول ستاك فريم ورك. فبالتالي انا قادر ان انا اكتب ال خلينا نقول الباك اند والفرونت اند بتاعي in the same app. وهنا بقى في نقطه حلوه قوي بيلود بتستخدمها، هنجيلها ان شاء الله في الايه في الحاجات اللي جايه ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. حلو. فقلنا نكست جي اس عباره عن فول ستاك فريم ورك، فبالتالي بكتب الباك اند والفرونت اند اللوجيك بتاعي جوه، فبقدر ان انا اطلع اي بي ايز زي ما انا عايز. طب انا عايز اعمل كاستم اي بي اي، هعمل كاستم اي بي اي ازاي؟ والله براحتك، عايز تعملها جوه بيلود او يعني under the layer of payload you can do this. تمام. عايز اعملها جوه payload اي بي اي كاستم اي بي اي. طب انا عايز اعمل اي بي اي بعيد عن بيلود، كده كده اصلا نكست جي اس بتسبورت ان انا اعمل اي بي اي راوت عادي خالص. هقوم جاي عامل راوت، او يعني خلينا نقول هعمل والله هعمل سلاش اي بي اي، هعمل راوت سلاش اي بي اي سلاش عمار، واقوم جاي خابط جواها واحده ايه راوت دوت جي اس او دوت تي اس على حسب يعني عشان تافي سكريبت. خلاص انا عملت الكاستم راوت بتاعي، اعمل اللي انا عايزه زي وكاني بكتب اكسبريس اند بوينت او راوت. هاخد الريكوست اوبجكت او كونتكست والريسبونس كونتكست واعمل اللي انا عايزه براحتي بقى، ارجع جيسون، ارجع مش عارف ايه، اشوف الريكوست كوكيز، كل حاجه بعمل اند بوينت كامله. فدي من ضمن المميزات. طيب واحده كمان يعني من المميزات الجامده ان انا عندي يعني بس أنا يعني جاست ميك يعني عايز اعمل مثلا جدول اسميه يوزرز، فانا مجرد ما هخش اعمل فايل اسمه users دوت تي اس تمام، واضيفه جوه البيلود كونفج. تمام. خلينا نقول نضيفه جوه البيلود كونفج دوت تي اس. شكرا خلاص. اوتوماتيك انا بقى عندي ايه كل الكلاود اوبريشنز بتاعته، بقى عندي جدول اقدر ان انا اشوف فيه list all users. بقيت ان انا قادر create user. تمام. ونقول وهابديت اليوزر وهديليت اليوزر. طيب عندي ready to use API خلاص، مجرد ما عملت الفايل بتاع user.ts بس وحددت الفيلدز بتاعت كل التايب بتاع كل الفيلدز بتاعت الجدول والتايب بتاع كل فيلد، خلاص بقى عندي ready to use APIs. تمام. عندي filters out of the box خلاص للليست بتاعتي، sorting pagination، ايه تاني عندنا هايد وشو كولومز زي ما انت عايز. تمام. كل ده مجرد بس ان انا قلت له ان انا عندي تيبل، عندي انتيتي اسمها يوزرز جواها نيم وباسورد وايميل وشكرا يعني. او عشان اليوزرز فيها بس حته تريك شويه عشان لها علاقه بالاوثنتيكيشن، ممكن نقول ان انا عندي البوستس. تمام. بس هنعدي كل ده خليها يوزرز مش مشكله. حلو. طيب ده كده بالنسبه ان انا عشان كده هو ميزه فيه ان هو انجينيرنج فيرست. انت يو مانج ذا كود، يو مانج ذا فيرجننج يوزنج، انت بتدير الفيرجننج كنترول بتاعك يوزنج الجيت، بتعمل بي ارز وتاكسبت وابروف. فانت هنا هو كودينج فيرست او انجينيرنج فيرست، ولكن يعني انت بس بتديله البيزك لاير وهو بيبني عليه كل حاجه. انت بتديله بس انت how the data is stored او is stored in your database and he handles او it handles the rest. دي احلى حاجه فيه بصراحه. طيب ده بالنسبه لاخونا بيلود سي ام اس. طيب خلاص اتكلمنا في الحته ديت. طيب فقلنا دلوقتي ان هو عباره عن نكست جي اس اب عادي خالص جوه باكج او جوه لايبرري اسمها بيلود، بتنزل هي واخواتها طبعا صحابها اللايبرريز التانيين بتوعها. بينزلوا خلاص اوتوماتيك. انت عندك هو بيديك اوتوماتيك يعني طبعا في السي ال اي بتاعه. لو احنا اشتغلنا في السي ال اي هتلاقيه هو اوتوماتيك بيديك راوت اسمه سلاش ادمن، هو اوتوماتيك بيهندل كل ما هو له علاقه بالبيلود. وطبعا بما ان احنا عندنا حاجه اسمها جروبنج في الراوتس في النكست جي اس، فهو هتلاقيه حتى لما انت عايز بقى تعمل الفرونت اند بتاعك والبيلود بتاعك. فلو فتحنا يعني لو جينا هنا في الاستراكشر بتاع البروجكت نفسه. تمام. احنا دلوقتي بنتكلم جوه السورس جوه الاب، خلينا نقول كده ان احنا عندنا حاليا سورس. تمام. جواها الاب بتاعي. جميل. جواها اوتوماتيك هو هيقوم جاي عامل لك الراوت اللي هو ايه اللي هو اسمه بيلود. طبعا ده احنا مش راوت، ده اللي احنا قلنا اللي هو الراوت جروب. لو عايز جروب شويه راوتس تحت فولدر معين عشان عايز انظم الكود بتاعي، فاقدر اعمل جروب او اقدر كمان هنا طبعا اديهم لاي اوت مخصوصه والكلام ده كله. طبعا ده كلهم كله له علاقه بالنكست جي اس، فاحنا اوريدي عارفينه يعني. فانا اوتوماتيك هنا جوه البيلود هيديك هنا بقى ايه سلاش ادمن. تمام. اللي هم التو راوتس اللي بيجوا باي ديفولت ادمن وسلاش اي بي اي.
بس هو ده بيكريتهم اوتوماتيك. انت بقى هنا تقوم جاي انت عامل بقى الجزء بتاع الفرونت اند بتاعك، لو انت هتعمل فرونت اند ويب يعني. طبعا انت ممكن تاخد الاي بي ايز بس وتكنترول موبايل ابلكيشنز باستخدام البيلود. تمام. طيب هتقوم جاي تاخد هنا بقى هنا وتقوم جاي عامل ايه اللي انت عايزه بقى. عندك بقى الهوم بيج نفسها، عندك مثلا اباوت بيج، عندك اللي هي هيبقى جواها بقى البيج دوت تي اس اكس بتاعتك. تمام. وما الى ذلك الى اخر يعني. فده ايه ستراكشر عام. نيكست جي اس اب عادي خالص بس، لا اكثر ولا اقل. فده اللي ايه حبيبنا البيلود بمميزاته كلها. مش عارف، انا مش شايف فيه عيوب عشان انا حابب الفريم ورك ومتبنيه بشكل كبير في كل شغلي ولا لا. بس من ضمن الحاجات المهمه جدا ان اللاي اوت بتاعته فولي كاستمايزبل. يعني عايز تغير شكل السايد بار، عايز تعمل مش عارف ايه، عايز تستخدم الديفولت، انت معاك عجينه ممكن تشكلها بالشكل اللي انت عايزه. ما فيش حدود حقيقي يعني. فبس دي بالنسبه او ده بالنسبه للجزء بتاع بيلود. طيب حلو. طيب نبدا بقى نقول يعني البيلود ده ممكن يكون يبقى لمين. طبعا هو لاي حد، احنا مش يعني هو مش حكر على حد معين اكيد، ولكن انا بقول يعني لو انا حاسس ان البيلود ده تارجتد لحد معين فهو تارجتد لمين. من وجهه نظري فرونت اند. تمام. ديفلوبر. تمام. ممكن نقول هنا بس ايه payload is helpful مثلا. تمام. mostly for، ممكن نقول الجملة دي بالشكل ده. تمام. هو الفرونت اند developers with مثلا basic back end knowledge، وعايز يعمل فول ستاك اب. جاله كلاينت عايز يعمل ويب سايت عادي بس عايز يكنترول الداتا بتاعته. فعادة الهاسل بتاعت انا مش هبني كل الحاجة، وهبني الداتا بيس وهم جاي اديفلوب داشبورد تكنترول الباك اند، عشان اخد الباك اند بقى برضه اكسبوز الاي بي ايز دي عشان عندها في الفرونت اند. ففي هاسل كبيرة. انا فرونت اند ديفلوبر شغال مثلا بالستاك بتاع النكست والرياكت، وانا بكريت نكست اب عادي خالص، هضيف البيلود اوتوماتيك كنترول كل حاجة. ميزه نيكست تاني هرجع اقول ان هو نيكست عباره عن فول ستاك فريم ورك، فهقدر ان انا اكلم الباك اند دايركت، او هكلم الداتابيز، اقدر ان انا انستول داتابيز درايفر واكلم الداتابيز دايركت جوه النكست جي اس، اللي هو نود جي اس اب اصلا يعني. فانا شايف ان هو ممكن يكون مثلا الفرونت اند ديفلوبرز وذ بيزك نوليدج باك اند. ممكن مثلا برضو فور موبايل اب، موبايل اب ديفلوبرز مثلا. تمام. ممكن نقول برضو with basic back end knowledge. تمام. آم، انا شايف ان هو برضو لو في حد يعني، ما انا مش عايز اتطرق لموضوع الاي اي بصراحه في الكورس ده. يعني حابب ان احنا نشرح كودينج ونفكر تاني ونشوف هنعمل حاجه ازاي. طبعا ممكن نستعين بالاي اي في الحاجات اللي هي redundant او basics او boilerplates، ولكن انا حابب ان احنا برضو نفكر قوي. بس هو طبعا هيفيد جدا جدا لو انت بتشتغل ب AI agent. وخصوصا كمان ان بيرود عاملين سكيلز حلوه جدا. فممكن نقول ان احنا قلنا بالواز سكيلز انت ممكن تعمل ماجيك. يعني احنا ممكن نقول ان هو ده كده هيساوي ماجيك. تمام. ونديها واحده ايه ماجيك هنا، وناخد ناخد مثلا مش عارف اقول ايه ويزرد مثلا. نديها واحده ماجيك اهي. يعني حرفيا فشغال بكودكس بكلود بالكلام ده كله، ممكن تطلع سحر من بيلود. ليه؟ لان هو هرجع تاني لان هو كود فيرست او انجينيرنج فيرست، فحاجه سهل حتى الاي اي ان هو يتعامل معاها، وعنده دوكيومنتيشن اكسسبل ليه بلس السكيلز. سحر بقى. طيب ده بالنسبه للايه التارجت. طبعا هو زي ما قلنا انا مش بحكم مش يعني بحجمه لناس معينه، انا بس شايف ان هو مفيد جدا في كيسز زي دي بصراحه. فهو ممكن فعلا زي ما قلنا حاجه زي كده، او حتى لو احنا قلنا مثلا ان هو يعني من ضمن مهامه الاساسيه ان هو اللي هو shipping products او projects very fast. انت النهارده جاي لك كلاينت، تخيل انت جاي لك كلاينت، الكلاينت عايز يعمل لو احنا قلنا دلوقتي ان احنا عندنا ايه الكلاينت. تمام. طيب خلينا نقول احنا عندنا كلاينت. تمام. الكلاينت ده عايز يعمل ايه، عايز يعمل خلينا نقول ان هو عايز يعمل ويب سايت. تمام. لمدرسه يعني فور سكول مثلا. طيب
الويب سايت ده هيكون محتواه ايه عاده؟ يعني النوع ده من الويب سايت، خلينا نقول ده ويب سايت بيسموه ويب سايت انفورماتيف او تعريفي يعني. فلو احنا قلنا ان الكلاينت عايز يعمل ويب سايت لمدرسه، تمام. طيب ويب سايت المدرسه ده هيكون عباره عن ايه؟ هيكون عباره عن مثلا خلينا نقول انها تبقى الهوم بيج، تمام. about page about us مثلا. آم، ممكن نقول contact us. ده اساسيات اي ويب سايت النهارده، تمام. طيب وعندنا بقى ممكن مثلا نقول الجريدز، المراحل الدراسيه عندنا بعدها مثلا subjects، تمام. كلها عباره عن ايه؟ لو احنا تخيلنا مثلا نمسك بقى في الحاجات اللي هي iterative او بتتكرر، يعني عندنا كذا جريد وكذا سبجكت. كل سبجكت هيبقى جريد عباره عن النيم بتاعه، مثلا number of students مثلا، تمام. عندنا ايه تاني؟ صورة image. ممكن نقول مثلا list هيبقى جواها مثلا شوية features مثلا، او ممكن نقول مثلا rules to apply list، وهكذا. subject الحكاية نفس الحكاية، النيم بتاعها. وهنربطها بقى بالجريدز، هي جوه اي جريد هنعمل relationship صغيرة، او لوك اب، او ايا كان فورين كي، ايا كان احنا هنستخدم اي داتابيز، بالظبط نفس الفكره. كل الحاجات دي بتتم سطر واحد في انك تعمل حاجه زي كده، تمام. وهكذا ممكن نقول برضه ايمج والى اخره بقى يعني، تمام. طيب ده ميزته ايه؟ انا هكريت نكست جي اس عاديه خالص، نكست جي اس اب، وهمشي ستيب في الفرونت اند بتاعي، وكل الموضوع ان انا هاجي هنا كده، واقوم جاي داخل بقى على البيلود. لو احنا مثلا هنتكلم ان في البيلود بقى ده هيترجم ازاي، تمام. جوه البيلود، لو احنا جينا هنا كده واخترنا ده، تمام. وقلنا بقى طب هو جوه البيلود هيبقى عامل ازاي؟ ده عادي خالص بقى. هنيجي هنا كده نقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، انا عندي كوليكشن، وده ترم هنتعرف عليه جوه الدوكيومنتيشن، اسمه students، او مش students سوري subjects، تمام. والله subjects ديت زي ما قلنا كده حرفيا جواها ايه؟ جواها name، تمام، نوعه string، تمام. النيم ده نوعه string، والجريد ده هيبقى عبارة عن relation with حرفيا الجدول اللي اسمه جريد او اللي احنا هنكتبه تاني. والايمج دي عبارة عن حاجة اسمها upload. هو ما تشيلش هم بقى لو احنا بنتكلم شخص عنده باك جراوند في الباك اند، انك بقى تهندل البروسيس بتاعت انك تابلود الفايل وترايت الفايل على الديسك والكلام ده كله، او لو انت شغال نود جي اس هتستخدم حاجه زي مالتر او الكلام ده، كل الهاسل ده انت مش موجود. ابلود شكرا. انت هتكونفيجر مره واحده في الكونفيجريشن بتاعت البيلود، انت عايز الابلود ده يترفع لوكالي ولا عايز وطبعا في ادابترز لكل حاجه، هم اللي هي البلجنز اللي هم عاملينها بالبيلود عشان ترفع او تتعامل مع كل حاجه. زي مثلا عايز ارفع على اس 3، عايز ارفع على مش عارف ايه، you can make your own plugin، do whatever you want. فعندك هنا انك تعمل ابلود بس، you just هتسبيسيفاي الابلود، شكرا. خلاص، واعمل كذلك الجدول اوتوماتيك بقى طلع لي خلاص جدول. يعني بقى عندي كده جدول محترم دلوقتي، تمام. الجدول ده جواه كده صباح الفل اهو، تمام. نيجي حاجه تانية كده اوتوماتيك، وهي كريت لك الجدول بتاعك بقى، مش محتاج ان احنا ايه نوضح اكتر من كده. فيه الستودنتس ايه الرخامه دي؟ بس في ايه النيم والجريد والايمج، وتقدر تكاري زي ما انت عايز، زي ما حضرتك شرحنا بقى الايه الكراد اوبريشنز كلها. طيب احنا كده غطينا كل اللي انا كنت شايفه ليه علاقه بالايه، بالبيلود وبالبريكويزيتس وكل الكلام. طبعا بريكويزيتس معروفه، لازم يكون عندك نود جي اس انستولد، عندك الداتابيز. طبعا من ضمن المميزات احنا ما ذكرناهاش هنا، معلش حابب ارجع لها تاني، ان ان انت you can work with any database، حرفيا work with any database، تمام. فبراحتك خالص، يعني تقدر انت تشتغل بنو سيكوال او سيكوال، مونجو، بوست جريس، ماي سيكوال. بيلود طبعا بتجارب شغلي معاه كله هو باي ديفولت، يعني ايه هي كام اب وذ مونجو، او بيجي باي ديفولت بمونجو دي بي. وانا بحس ان هو بيفت قوي مع مونجو دي بي. ليه؟ هو معتمد على الدايناميك فيلدز والدايناميك سكيمز طبعا، يعني هو معتمد على المرونه الزياده كمان جوه كل دوكيمنت، فهو
بريفيربل بالنسبه له ان يكون مونجو دي بي اريح له. انما بقى نتعامل مع سيكوال بقى ومايجريشنز وكوميت وترانزاكشنز، وطبعا بوسيبل. وطبعا انا مش بقول ان في حاجه صح او حاجه غلط، بالعكس. السلكشن بتاع الداتابيز هو معتمد بنسبه كبيره على انت تشتغل نوع البروجكت بتاعك ايه. عايز مور ريجيد داتابيز، اركتكتد داتابيز، حاجه ليها ستراكشر واضح وثابت، عندك ريليشنز كتير وحاجات كتير، طبعا بترجع للبوست جريس وما الى ذلك. طبعا بوست جريس هي من اشهر السيكوال داتابيز اللي هي بيبقى جامعه كل حاجه، حتى بيحس دايما بيقولوا ان هي عباره عن ماي سيكوال بلس مونجو دي بي. فانت عندك اللي هي فيها كل حاجه، فيها كل انواع الداتا يعني. فده ملوش علاقه ب يعني تفضيلات شخصيه او حاجه زي كده. ولكن هي بتبقى انا وجهة نظري شايف ان كمان اغلب المودرن بروجكتس والمودرن ساس والحاجات دي كلها مؤخرا بقت معتمده بنسبه كبيره على المونجو دي بي، بتفت في اغلب الكيسز يعني. تمام. بس فده بالنسبه لكل ما يخص المقدمه بتاعه بيلود. طيب يلا بقى دلوقتي نبدا نتعامل مع بيلود نفسه. الويب سايت بتاع بيلود عباره عن payload.cms.com. بتدخل بتلاقي اوتوماتيك على طول الكومنت بتاع الام بي اكس بتاع السي ال اي انك تكريت نيو بروجكت. طبعا لو دخلت على الدوكس هنمشي بقى ان شاء الله حاجه واحده واحده في كل التفاصيل بتاعه الدوكيومنتيشن عشان نطلع بروجكت محترم نتكلم عنه. تمام. هنشرح طبعا من الفيديو الجاي ايه البروجكت اللي هنشتغل عليه. خلينا النهارده بس نبدا كده ان احنا نسمي الله ونبدا بروجكت جديد. هناخد البرومبت ده او سوري الكومنت ده كوبي، ونيجي هنا كده ونعمل كده نبدا البروجكت جديد. طبعا عشان اول مره نستخدم السي ال اي فهنقول له بروسيد عشان خاطر ايه ينستول الباكج. حلو قوي. هيبدا بقى معانا ويلكم تو بيلود ليتس كريت ذا بروجكت. احنا هنشتغل على بروجكت ايه باختصار كده لحد ما نيجي الحلقه الجايه او الفيديو الجاي. هنشتغل على برنامج زي دليل لارقام التليفونات. ده هيكون موبايل ابلكيشن كمان يعني. خلينا ممكن برضه نعمل نسخه منه ويب عشان نشرح كل المميزات بتاعت البيلود. ولكن هو هدفه ان هو زي دليل عليه ارقام كل المطاعم الصيدليات الكلام ده كله للناس اللي ما مش يعني بتفضل ابلكيشنز زي الاوردرنج، ابلكيشنز زي طلبات وغيره كده. فعايزين نعمل ابلكيشن فيه بس الدليل، في عنوان المكان الفلاني برقم تليفونه ببياناته وشكرا. فالابلكيشن هيكون اسمه ايه؟ انا على نفسي كنت مسميه هو قال لك فين. فخليه نقول ان هو هيبقى اسمه هو قال لك فين. تمام. بس طيب حلو بقى. بيقول لك انت عايز نوع التمبلت ايه. هو بيديك شويه تمبلتس يعني بري ميد تمبلتس لو انت عايز تبدا على طول بحاجه بويلر بليت يعني. ففي الويب سايت زي ما احنا كنا قلنا هنا في الجزء بتاعك ان هو هيديك هنا التو راوتس دول، البيلود والفرونت اند. تمام. يعني هيديك بقى سامبل للفرونت اند بيكلم داتا جوه يعني. هيديك ريدي ميد سامبل. طيب لما لو اخترنا البلانك هو باختصار هيديك حاجه فاضيه خالص وانت بقى ابدا من فروم سكراتش خالص. ولا انا حابه بصراحه. طبعا في اوبشن اي كوميرس وبلجنز لو انت كمان يو كان كريت يور اون بلجن يعني. خلينا نقول ان احنا هنمشي دلوقتي مع نسخه بلانك. طيب سوري انا كنت بقول ان هو بيجي باي ديفولت مونجو بس انا كنت بختار مونجو. تمام. سيلكت يور داتابيز عشان برضو طبعا يعني تقدر تغير بعد كده براحتك خالص. ولكن هنبدا بايه؟ انا هبدا بمونجو دي بي. تمام. طيب عايز اليو ار ال بتاع الكونكشن. تمام مظبوط. تمام يلا بينا اهو. طيب select a coding agent to install the payload skill 4. حلو. هو اصلا طبعا دي حاجه مؤخرا ضافت في السي ال اي ان هو بدا طبعا بعد وجود الاي اي ان هو بدا يقول لك طب نديك بقى الايه السكيلز بتاعت البيلود على طول من وانت بتبدا البروجكت، مش هتخش بعد كده تدور عليها. فانا مثلا شغال بكلود كود فهقول له كلود كود. تمام. حلو. هو دلوقتي لقى اخر فيرجن من بيلود فهيبدا بقى انستول. برضو من ضمن مميزات بيلود ان هو دايما بيستخدم بي ام. ودي حاجه انا بحبها بصراحه دايما ان هو يعني مع اخر حاجه. طبعا بي ام من يعني من اسرع الباكج مانجر. احنا طبعا عندنا بي ام وي ار انه بي ام. ولكن بي ام في ميزه باختصار ان هو لما بتنستول ديبندنسي في اي بروجكت في الماشين او الجهاز بتاعك كله فهو مش بينزلها من اول جديد. هو بيشوفها بيعمل حاجه زي سيم لينك يعني او زي اختصار يعني بيشاور على بيعمل لها كلها انستول في مكان واحد وبيبدا يشاور عليها في كل البروجكتس. فطبعا بيقلل البندل سايز وبيفرق في السرعه والبرفورمانس يعني. بس كده هو خلص الانستوليشن. استخدم زي ما قلنا بي ام عمل انستول لكل الديبندنسيز وقال لي خلاص البروجكت جاهز. وتقدر انت تروح للدايركتوري و تعمل ام ديف وتفولو الدايركشن ايه في الريدمي فايل. وده طبعا ليك الدوكيومنتيشنز والكلام الجميل ده كله. حلو خالص. نفتح البروجكت مع بعض ونستكشف الاستراكشر بتاعه. مفيش اي حاجه مختلفه عن اي نكست جي اس اب. بالعكس هو مديك شويه حاجات برضه سهله.
خلينا ممكن نبدا مثلا من دي دوكر فايل. لو انت عايز عايز تديبلوي بدوكر، فانت عندك البويلر بليت جاهز انك تبدا تديبلوي بدوكر على طول او تران بدوكر، والكومبوز بتاعه اللي هو طبعا هيران تو سيرفيسز، او اعتقد اتنين، المونجو والبيلود نفسه. بس هيرن المونجو، وهنا طبعا هيديبند على المونجو تكون خلصت اشتغلت عشان خاطر يقوم السيرفر بتاع البيلود. ده كلام دوكر مالناش دعوه بيه دلوقتي. اداك الكلود دوت ام دي فايل اللي لسه طبعا فريش، بيشاور بس بيقول لك ان البروجكت ده بيستخدم سكيلز موجوده في الفولدر ده. حلو خالص. وكمان بيجي معاه آه، كل التستنج، اليونت تيستنج والاي تو اي تيستنج. اليونت تيستنج باستخدام فيتس لو انت عايز تعمل تيستنج للابلكيشن بتاعك، والبلاي رايت لو انت هتستخدم اي تو اي تيستنج برضو. كل حاجه الكونفيجريشن بتاعها جاهز. وطبعا حبيبنا وحبيب الكل النكست جي اس اب، وهو هنا بيراب النكست كونفيج جوه وذ بيلود. حلو، عشان ده ما يخص بيلود. طيب لو فتحنا بقى الباكج جيسون هنلاقيه زي ما احنا شايفين. النكست فين؟ نكست عادي خالص، اخر فيرجن طبعا. و دوت اند عشان الانفايرمنت فاريبلز، والرياكت ورياكت دوم اخر فيرجنز طبعا. وهنا بيلود نفسها، وبيلود سي ام اس يو اي. ده لما تحب تعمل كاستم كومبوننت جوه الداشبورد ممكن تستخدم اليو اي كومبوننتس بتاعتهم. لو انت عايز تبني حاجه كاستم بس بنفس الستايلنج وبنفس الكومبوننتس بتاعتهم في السيستم. عندك هنا طبعا شويه باكجز تانية، طبعا الريتش تكست او الكلام ده كله، والدرايفر بتاع المونجو اللي هو بيتكلم اللي هو برضو. خلينا لو احنا فتحنا الدوكيومنتيشن بتاعتهم هنا ودخلنا على الداتابيس، اصلا هتلاقيه بيقول لك ان احنا عندنا الدرايفرز بتاعتنا في الدي بي اصلا مبنيه على مونجوز، وبوستجريس وسيكولايت بيستخدموا حاجه اسمها دريزل. دي او ار، ده او ار ام. الاولاني طبعا مونجوز غني عن التعريف، الاو ار ام بتاع مونجو دي بي. والتاني ده او ار ام برضه بيتعامل مع سيكوال داتابيسز. طبعا في او ار امز كتير بس يعني هو بيستخدم اي دريزل. ده بالنسبه للجزء ده. بس فهو طبعا هنا في السكريبتس كلها عادي خالص، النكست ديف عادي خالص، والبيلد بتاعه. وفي حاجه اسمها ديف سيف. هو كل الموضوع ان هو بيمسح الملف دوت نكست لما تيجي ترنه عشان يعمل ايه، كلير الكاش كله يعني. هو بيستخدم حاجتين دايما، هي الجنريت امبورت ماب والجنريت تايبس. طبعا جنريت تايبس عشان كل ما هنكريت كوليكشن جديده او جدول جديد في الداتابيس باختصار يعني، هيكريت التايبس بتاعته. انت كريت سبجكتس زي ما كنا حاطين في المثال، فيها نيم وايمج ومثلا نمبر اوف ستودنتس او ايا كان. فده نوع string، ده نوع number، ده نوعه upload. فهيقوم جاي حاطط التايبس ديت جوه فايل اسمه payload types. تمام، فهو بيجنريتها دايما مع كل حاجه بتحصل من دي. والامبورت ماب عشان لما تيجي تستخدم كاستم كومبوننت هو ليه طريقه معينه في مابنج الكومبوننتس دي. انت مش بتقوم جاي عامل لها امبورت ومستخدمها دايركت، لا هو ليه طريقه طبعا هنجيلها في الشرح بعد كده. والبرومتس او الكومنتس بتاعت السكريبتس بتاعت التستنج الموجوده. ده بالنسبه للستراكشر البروجكت. طيب احنا ممكن بقى دلوقتي نعمل ايه؟ طبعا هو هنا كريت لي طبعا الاكزامبل، تمام، وكريت لي اصلا الاكتوال انف فايل. طيب عندنا ايه كده كده؟ حط طبعا الداتابيز يو ار ال والبيلود سيكريت. طبعا ده بيستخدم السيكريت ده عشان الاوثنتيكيشن، لان هو برضو بيزد على او مبني الاوثنتيكيشن هنا مبني على جي دبليو تي عادي خالص. حلو جدا. طيب من ضمن الفولدرز المهمه بالنسبه لنا او الفايل المهمه اسف بالنسبه لنا، طبعا ده التايبس اللي قلنا ان هو بيجنريت فيه كل التايبس. تمام. وده طبعا يعني سيف ان انت تعمل له كومنت على الجيت عادي، وفي يعني بريفيربل حسب طبعا يوز كيسز، ممكن في اوقات ما تعملش ده عادي. طيب بالنسبه للكونفيج زي ما قلنا هو اتس فيري سمبل اند ستريت فورورد. بالنسبه لل التايب سكريبت طبعا هو بيقول لك ان هو بيشاور على التايب ده عشان لو انت حبيت تموديفاي الفايل اسمه تغير مكانه تكنترول ده. ده السيكريت بتاع الاوثنتيكيشن. الكولكشنز الموجوده حاليا دي بقى هيبقى اغلب تعاملنا معاها. كل ما هيكريت كولكشن دي هيحطها في الاري ديت، ودي اللي هي الجداول بتاعت الداتابيز يعني. تمام. والامبورت ماب. وطبعا هنا الداتابيز الادابتر، انا ممكن انستول اي ادابتر انا عايزه، سواء بقى هو خاص بالبوستجريس بكذا، واستخدمه هو كداتابيز. شكرا. شارب ديت باكج مشهوره طبعا بتاعت بتيجي اصلا مع النكست، اللي هي بتعمل اوبتمايزيشن للصور. باختصار لو انت رافع اي صوره بتحولها لويب بي. ده الفورمات الموست يعني كومباتبل او بيرفورمانت مع البراوزرز. وبلجنز طبعا لو انت عندك كاستم بلجنز. ده بالنسبه للحاجات دي. طيب هو باي ديفولت احنا اخترنا طبعا البلانك تمبلت، فهو هيجي لي حاطط لي باي ديفولت تو كولكشنز. تمام. طيب خلينا بقى دلوقتي نبص على الكولكشنز قبل ما نرن البروجكت. تمام. خلينا في الاول كده بس نعمل ايه، نعمل بي ام ديف.
تمام، هيفتح على البورت عادي خالص 3000. طيب عندنا اليوزرز. اليوزرز طبعا هي سبيشال كولكشن في بيلود، لان هي زي ما قلنا انها بتيجي هي المسؤوله عن الاوثنتيكيشن. فهو حتى بيقول لك ان الايميل embedded by default او added by default add more fields as needed زي ما انت عايز. وهو طبعا دي كولكشن بتستخدم في الاوث. ده ميزه بقى، انت ممكن تعمل اي كولكشن تانية لو انت مثلا عندك تو تايبس اوف يوزرز، عندك يوزرز وادمنز مثلا، فانت ممكن تقول برضو ان عندي كولكشن دي اسمها ادمن، هتبقى فيها اوث، هستخدمها از اوثنتيكيشن بس. وهنا الادمن من ضمن الحاجات اللي ممكن يوز از تايتل، ان ايه التايتل بتاعه دي هنجيلها بعدين، وبديها السلاج. بس انا كده كريت اوتوماتيك، هلاقي عندي جدول فيه يوزرز وفي الايميل والاسم والباسورد. تمام، او الايميل والباسورد حاليا، انا ممكن اضيف بقى اللي انا عايزه بقى اسمه والى ذلك، وهنشوف ده دلوقتي. عندنا الميديا، عندها فيها فيلد واحد بس اللي هو الالت. بتسبورت ابلود، فهو مجرد اصلا ما بديله ابلود ترو، ده اوتوماتيك هيحط لي فيلد الابلود. وعندي هنا بقى الفيلدز اللي جوه اسمها واحد منهم نيم. فهو الكوليكشن زي ما احنا شايفين بتتكون من ان انا بديها سلاج، دي الريكوايرد بروبرتيز ان انا اعمل لها باس. حتى هتلاقي ان ده اوبجكت بس واخد تايب كوليكشن كونفيجريشن، هتلاقي حتى هنا اوتوماتيك بيعرفك ايه. طبعا ممكن نخش على التايبس ونعرف كل اللي احنا محتاجين نعمله باس جوه الكوليكشن ديت از اتريبيوتس، وممكن طبعا نعرفها من الدوكيومنتيشن. تمام، فدي الريكوايرد او المينيمم ريكوايرد اتريبيوتس ان انا اقوم كوليكشن. تمام، طبعا دي مش من ضمنهم عادي خالص. الاكسس كذلك مش من ضمنهم. خلينا نقول ان احنا لو عايزين ابستراكت خالص الكوليكشن، انا بديها سلاج وبقول له الفيلدز ايه. والله دي نوعها ميديا، اسمها ميديا. طبعا اوتوماتيك هو بقى هيحط بقى الام كابيتال في السايد بار، ولو هي حاجه برولر هيخليها سنجلر. لو انت عايز تعمل مثلا يوزرز فهيخليها اد يوزر لوحدها. كل ده بيحصل لوحده. تمام. طيب وطبعا ممكن تكنترول، يعني هنيجي طبعا في الكلام ده كله. تمام، فده الابستراكشن. هو بقى طبعا هنا ضايف اكسس، هنيجي طبعا الكلام ده بعدين، وضايف حته اليوزر، وكذلك الحال ممكن تضيف ادمن وتعدل على الحاجات اللي هتظهر جوه الادمن. تمام، من ذلك انت ممكن ايه، لو احنا قلنا طبعا ممكن تتحكم في كل ده، ولكن برضه هو بيديك اوبشن انك تتحكم في ده كله عادي. فانت ممكن تقول له والله انا عايزها في السنجلر يبقى ليها اسم معين، وفي البلورال او يبقى ليها اسم تاني. فانت برضه تقدر انت تكستمايز ده. كل حاجه ممكن تكستمايز بفايل واحد بس، انت قمت البروجكت كله. طيب حلو خالص، خلينا نرجع تاني للديفولت ونعمل سيف. خلينا بقى نروح على البراوزر بتاعنا. تمام، وخلينا نروح على لوكال 3000 welcome to your new project. بس ده الجزء الفرونت اند. حتى بيقول لك updating this page by editing app/frontend/page.tsx. ده الفرونت اند بتاعنا عادي خالص، نيكست اب عادي خالص. طيب انا عايز بقى اروح للجزء بتاع بيلود. لو رجعنا للستراكشر تاني هناخد بالنا جوه الاب زي ما قلنا عندنا الفرونت اند والبيلود. وطبعا هنا بيقول لك انت ممكن تعمل يور كاستم راوت، يعني حاطط لك سامبل انت بتعمل راوت اي بي اي. طبعا ده جزء له علاقه بالنكست جي اس تماما، ملوش علاقه بالبيلود خالص. دلوقتي انت عايز تعمل راوت، فانت طبعا ممكن تكسبورت. لو انت عايز تعمل حاجه زي بوست راوت، فممكن تقول له اهو بوست وتعمل الاندبوينت اللي انت عايزها. ده كله ليه علاقه بالنكست جي اس نفسها. تمام، طبعا انا مش محتاج ده فممكن امسحه. تمام. عندنا هنا البيلود اوتوماتيك، هو زي ما قلنا بيحط تو راوتس، وبيديك كاستم دوت سي اس اس لو انت عايز تكستم ستايل جوه البيلود نفسه، عايز اوفر رايت الستايل بتاع البيلود ادمن داشبورد. والادمن هو ده الامبورت ماب. وهنا بقى برضو ده في الراوتنج بتاع نيكست جي اس ممكن نذاكره اكتر، ان هو هنا دايما يعني بيفورورد او بيريدايركت على البيج ديت اللي هي اوتوماتيك بتجنريت الانترنال بيجز بتاعه الادمن داشبورد نفسها. طبعا دي نوت فاوند، دي برضو موضوع مهندلها عادي خالص لوحدها بره. ده كله بالنسبه للادمن. والاي بي اي نفس الحكايه. هو هنا طبعا هي بتسبورت جراف كيو ال وريست اي بي اي وحاجه اسمها لوكال اي بي اي، هنتكلم عنهم بالتفصيل ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. ده بالنسبه للبيلود. فانا عشان اروح للبيلود بروح لسلاش ادمن، فباجي هنا كده، ده الراوت بتاعي اهو سلاش ادمن. انا طبعا دلوقتي بفتح بيلود لاول مره، فبيقول لك خلاص انت لسه تو بيجان كرييت يور فيرست يوزر. فانا هقول له والله الفيرست يوزر بتاعي اسمه مثلا انفو مثلا. تمام، at techcapsules.com. تمام، ده اللي هيبقى الايميل بتاعي. والباسورد بتاعي اي حاجه، خليني ممكن احط نفس الايميل دلوقتي. طبعا ده مش براكتس صح خالص، ولكن خلينا نعمل كده دلوقتي بس. شكرا. يعني the minimal thing ever، يعني هو سبحان دايما يعني المينيماليست لدرجه تحسسك ان هو معقوله ده هيشيل كل البروجكت اللي انا عايز ابنيه وزياده كمان. فهو طبعا دول التو كولكشنز اللي احنا شفناهم. لو فتحنا يوزرز هنلاقي الجدول فيه التفاصيل اللي احنا قلنا عليها حاليا، اللي هو الايميل وطبعا الباسورد. وهو اوتوماتيك بيحط كريت ات وابديتد ات، اللي هم التايم ستامب، يعني ممكن نلغيهم عادي خالص. والاي دي قلنا ممكن اتحكم في ايه الكولومز اللي تظهر وما تظهرش، ودي اوتوماتيك بتتسيف جوه حاجه اسمها payload preferences في الداتابيز، عشان خاطر لو عملت لوجن
من جهاز تاني، دي حاجه مش سيفد لوكالي على البراوزر، دي سيفد على ليفل السيرفر والداتابيز نفسه. تمام. وممكن طبعا افلتر، اقول له والله هات لي اليوزر اللي الايميل بتاعه كذا. بحب قوي ان هو بيسبورت الاور والاند، يعني عايز اعمل هات لي التاريخ بتاعه كذا او كذا، او ممكن اقول له هات لي التاريخ بتاعه ابديت بتاعه كذا واند كذا. دي برضو حاجه لطيفه جدا. كل ده اوت اوف ذا بوكس، مجرد ان احنا عملنا فايل. وهنكرر دلوقتي مع بعض كوليكشن سريعه لحد ما نيجي نتطرق ليها في توتوريال تاني. والميديا كذلك قلنا اهوت، ممكن اكريت نيو ميديا كده كده عشان قلنا له ابلود بترو، فحط لي الفيلد ده وواخد معاها الت. طبعا هو حاططها هنا استريكت عشان هي ريكوايرد، طب انا مش عايزها ريكوايرد. هاجي هنا كده واروح على الميديا واقول له والله هي مش ريكوايرد. تمام. فاجي اقول له كده واعمل سيف، ما عادتش ريكوايرد. فبالتالي اقدر ان اعمل سيف عادي وانا مجرد برفع الفايل بس. طيب جينا لليوزرز وعايز اكريت يوزر جديد. طبعا احنا قلنا ان هو ليها سبيشال كيس. طب انا عايز دي الفيلدز الاوتوماتيك بتيجي باي ديفولت في اي تيبل او كوليكشن ان واخد اوث بترو، هيبقى فيه اوثنتيكيشن، هيعتمد عليه في الاوثنتيكيشن او اقدر اوثنتيكيت بيه معاملاتي على السيستم. طيب خلينا نيجي بقى هنا خالص. تمام. ونيجي نقول له والله انا عايز اعمل كوليكشن تاني خالص اسمها بوستس. تمام. دوت تي اس. واجي هنا كده هقول له هي اكسبورت. تمام. بوستس. واللي هتاخد كوليكشن. تمام. سلوج. انا مش عايز اعتمد على الاي اي، احنا ايه بالطريق البلدي بقى. تمام. فخلينا نقول ان احنا عايزين نعتمد عليها هنا مع اكسبورت كونست، اسف. وبالتالي هامبورت ايه دي من بيلود. وهاجي هنا بقى كده واقول له والله السلاج بتاعي هيبقى اسمه بوستس. وهقول له والله انا عايز الفيلدز اللي جوه دلوقتي. تمام. تمام. وهتاخد فيلد نوعه التايب بتاعه تكست. تمام. وتايتل وترو. ماشي. ممكن نقول له كده بس. طيب لسه طبعا مش هتظهر في الداشبورد او في الادمن بانل. ليه؟ محتاج اجي هنا كده واعمل لها امبورت. فاجي هنا كده واقول له انا عايز اعمل للبوستس. تمام. وطبعا اعمل امبورت واجي اعمل سيف وارجع كده هنا. يعني هوت ريلود في ملي سكندز بقى عندي بوستس. اجي اعمل كده، عندي الجدول بتاعها خلاص، اكريت نيو بوست. ده التايتل. اعمل حاجات كتير بقى، يعني ممكن نيجي هنا سامبل ونقول له والله انا عندي كمان فيلد تاني التايب بتاعه. طبعا هنيجي طبعا للداتا تايبس بتاعتها كلنا، هنلاقي طبعا كل الداتا تايبس ديت خلينا نقول انها تبقى اديتور مثلا. تمام. ريتش تكست اهو. وده طبعا هيكون النيم بتاعه كونتنت اهو. حلو. وراجل قال كده اهو وريكوايرد. ونعمل سيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى عندنا الكونتنت. طب خلينا نكري التست كده، نقول له مثلا عندي ده مثلا ويلكم مثلا ان payload. تمام. ونيجي هنا واقول له مثلا ايه this is the blog content. ونعمل سيف. ده خلاص كده. دلوقتي لو فتحنا هنا كده البوستس هلاقي عندي جدول ايه الديتيلز كلها بتاعتي. هو اوتوماتيك لو احنا خدنا بالنا في حاجه اسمها يوز از تايتل كانت ظاهره هنا فين في اليوزرز. ايه اللي انت عايز تستخدمه يبقى هو التايتل اللي هو لما كليك عليه اخش على تفاصيل البلوج. فهو باي ديفولت بيحط الاي دي. طب انا ممكن اقول له ايه، لا والله انا عايز هنا في البوست هقول له ده اهو هنا في الادمن يوز از تايتل حط لي التايتل. حلو. اجي هنا كده بقى هو ده التايتل. طب هو شال الاي دي ليه؟ عشان هو مش حاجه، هو عارف ان هو باي ديفولت مش لازم حاجه تظهر في التيبل، بس عايز اظهره عادي خالص هنا اهوت واظهر الاي دي. بقى عندي جدول ضيف بقى كتير زي ما انت عايز. طب انا عايز بقى ان يعني الاي بي اي شكلها عامل ازاي. لو جيت هنا كده وبدل ادمن كولكشنز دي هنا احنا قلنا عندنا راوت اسمه اي بي اي سلاش بوستس على طول. سيب بقى شيلنا كل ده كده. الاي بي اي صباح الفل. يعني ما بذلناش مجهود بربع جنيه. بس عندنا الاي بي اي دلوقتي. طبعا ده له علاقه بفايرفوكس. سيبنا من الشكل ده مرجع جيسون فايل عادي خالص اهو بكل التفاصيل. عايز نشوفها كالهيدرز. ده الروت تكست بتاعه اهو. خلينا نقول له بريتي. ده شكل الجيسون اللي راجع لي. واقدر اعمل اللي انا عايزه بقى. بس تكريت ابلكيشن في ثواني حرفيا. طيب ده بالنسبه كده للجزء بتاع بيلود بشكل كده عام. كريتنا بروجكت مع بعض. ممكن اروح للادمن بانل اهو وبقيت شايف كل الحاجات ديت. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنتكلم بقى يعني ايه كوليكشن بالتفصيل، ازاي كاريت كوليكشن، يعني ايه جلوبال من الحاجات المهمه جدا برضو انت بتكريت البروجكت بتاعك. يبقى عندك هنعرف الفرق بين الكوليكشنز والجلوبالز وكل ده ان شاء الله بالتفصيل. ونمشي واحده واحده نبني فيها السيستم مع بعض. اشوفكم على خير وحلقه جديده.